هل سألت نفسك لماذا أمك تؤلمها رجليها؟ في الرحم وضع الله الطفل في سائل ملحي شديد الملوحة ليطفو جسمه فينعدم ثقله، ورزقه يأتيه دون عناء عن طريق الحبل السري المربوط بالأم الذي ينقل له كل أسباب الرزق. فإن قصرت الأم في طعامها لا ينقص على الجنين شيء، لوجود غدد تقوم بإذابة أسنان وعظام الأم لتعويض النقص. لذلك نجد أن الأمهات أسنانها وركبها ورجليها تؤلمها مع تقدم السن، ويقولون المرأة تشيب قبل الرجل. لو يعلم الرجال أو كل إنسان أنه يذوب عظم أمه لاحتار كيف يجازيها. أسألكم الدعاء لأمي ولوالدي بالجنة، والسلام عليكم ورحمة الله.